عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي مع بعض دروس العزف على آلة الأورج، عزف المقامات الشرقية. وأول مقام هنعزفه النهاردة اللي هو طبعا المقام الأساسي في كل النغمات الشرقية وكل الأغاني طبعا وموسيقى الشرقية، هو مقام الرصد. مقام الرصد يعتبر أول مقام في الموسيقى الشرقية ومهم جدا، وهو يشبه بالظبط سلم دو اللي احنا نعرفه كلنا، واللي أي حد بيتعلم موسيقى لازم يتعلم سلم دو. فحتى نفس الصوابع، بس التغيير هيبقى في اللي هي عملية التسييك. فلو أنا بعزف سلم دو بعزفه عادي كده، هنلاحظ إن كل العزف كله أبيض. لكن لما اجي اعزف بقى مقام الرصد لازم اجي هنا واغير واعمل حاجه اسمها تسييك او تغيير النغمه. نخليها طبعا المعلومات ديت مش احترافيه قوي، المعلومات دي اللي هو يعني المبتدئ. فمش عايز اخش شويه في التسييك اللي هو عباره عن ايه، اللي احنا بنحاول النغمه بنخليها 3/4 تون. طبعا بختار نغمتين بس، نغمه المي ونغمه السي. دول نغمتين اللي بعملهم. بعمل كده نغمه المي نورت عندي اهيت وبقت سي، اسمها صوتها. ونغمه السي، ادي صوت السي قبل ما تستيق، وادي بعد ما تستيق. طب لو عملنا نسمع كده، لو احنا عايزين نعزف مقام الرصد بطريقه صحيحه طبعا هنطلع عادي خالص ابيض، لكن واحنا نازلين هنلمس السي بمول. طبعا مقام الرصد فيه اغاني كتيره جدا وهو اساسي. في اغاني زي ام كلثوم. لكن الاغنيه دي طبعا صعبه شويه لان فيها تحويلات كتيره. اروح لمين، في اغاني كتيره جدا بمقام الرصد. اهم حاجه لازم نعرفها ان لما نيجي نعزف مقام الرصد هنعمل خطوات تاني. لازم السي نغمه المي نسيكها وننورها باللون الاحمر، ونغمه السي هنعزفه، والنزول طبعا. دي أغنية أنساك برضو من مقام الرصد. إن شاء الله هنحاول نتناول مقامات تانية في الحصة التانية إن شاء الله. بس مطلوب منكم إنكم يعني أي حد عنده استفسار أو أي حاجة يكتب لي.